يا مساء الفل والهنا والسعادة والجمال والحب كله. مساء البرد والتكتكة والدفى تحت البطاطين والبطاطا السخنة الموحوحة في الفرن. وحشتوني جدا جدا، طبعا كل مرة اقول لكم وحشتوني وبموت فيكم ومش هتأخر عليكم تاني وارجع اتأخر اكتر من الاول. فانا مش هقول حاجة بقى وعارفة انكم هتعذروني، ويلا بينا نشوف مع بعض فيديو النهاردة. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ أي كلام، يلا دلوقتي حالا لايك كده على الفيديو وتعليق حلو زيك، ويلا نكمل الفيديو سوا. بدأت اليوم طبعا امتحانات ومذاكرة ومضغوطة مع الأولاد. كنت غالية اللبن من قبلها بيوم وسبته بقى في التلاجة عشان يطلع القشطة، وقلت أخرج القشطة بتاعته أركنها على جنب عشان أقدر أستخدم اللبن. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين القشطة تحفة، وتبقي ضامنة بقى إنها بلدي وما فيهاش الحاجات اللي بتلزق في سقف البق دي يعني أنا بفضل القشطة تبقى موجودة كده بيتي أحسن من ما أشتريها من السوبر ماركت، وهي بنفس السعر، وبستفيد باللبن كمان. يعني لو حسبتي القشطة لوحدها هتجيب لك تمن القشطة واللبن، ده للناس اللي بتحب القشطة يعني. وقت الدراسة ضيق ومشغول ومشحون. يعني انا اصلا النهارده كده منزله الفيديو ده عشان خاطر نتكلم مع بعض انا وانتو. وبتوحشوني وبحب ردودكم عليا وتعليقاتكم ليا، عايزاكم بقى تردوا عليا حرف حرف وكلمه كلمه في الفيديو ده. انا عايزاكم طبعا في موضوع كده مهم. طبعا الشتاء بقى وانتوا عارفين صدري خلاص بيبقى تعب. انا كنت عايزاكم في حاجه مهمه صح هنتكلم فيها دلوقتي، وهبقى مستنيه رايكم فيها. انتوا عارفين انا دايما بسمع كلامكم يعني. قلت أكلة سريعة كده. سموها بقى عشوة، سموها غدوة، سموها زي ما تسموها. هي يعني مش قادرة أقول مكلفة أو مش مكلفة، بس مكلفة شوية يعني. تعتبر هو أنا كل اللي استخدمته في اللحوم فراخ بانيه كيلو بس. ده كان بانيه ولا شيش؟ متهيألي ده كان بانيه. هو ده بس اللي أنا استخدمته بالنسبة للحوم. انما بقى بقية الخضروات برضو بتكلف فلوس، الفلفل الالوان والحاجات دي. المهم انا قمت محمرة بطاطس، يعني حمرت بالظبط 3 طاسات بطاطس، وقلت بقى اجمل الغدوة او عشوة احنا اتعشينا بيها بصراحة. كانوا الولاد قايلين عاوزين نتصل من بره نجيب عيش سوري شاورما وبطاطس وكده. قلت لهم ابدا، سوري وانا موجودة في البيت لا يمكن. طبعا انا ببقى شايله العيش السوري وشايلاه في الفريزر، طلعته يفك وبدات بقى قلت لهم هعمل لكم انا شاورما وعيش سوري. زي ما انتم شايفين كده حطيت البطاطس تتحمر على البوتاجاز. قلت بقى كميه كويسه، وجبت دلوقتي بقى البصل. هقشره واقطعه حلقات جوليان كده، جوليان يعني حلقات مدوره، مش هفرمه ولا حاجه. لحد بقى ما نشوف ايه اللي انا بعمله. عايزه اخد رايكم في حاجه بالنسبه للحكايات بتاعتنا. واخدين بالكم انتوا الحكايات؟ ماشي. الحكايات دي بقى انا كنت عايزه اغير النظام، اخلي بدل مثلا ما تبقى اللي هي الصح، الحكايه اللي تقول الحكايه الصح تبقى هي صاحبه اول تعليق. يعني اول واحده تقول الحكايه صح في التعليق الاولاني هي اللي تبقى كسبانة. لا احنا عاوزين نخلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاوزين نخلي نعمل سحب المرة اللي بعدها، يعني نشوف مين اللي جاوب بالإجابة الصح ونحطه في نطبق ورق ونختار كده ايه عشوائي. علشان في كذا حد بعتلي طب احنا ما بنبقاش شفنا الفيديو، طب احنا ما بيجيلناش إشعار، طب احنا كل مرة بنجاوب ما عمرنا ما في ولا مرة طلعنا يعني. فأنا عايزة أقول لكم في الفكرة دي، وساعتها بقى هنعرف مين اللي صح في الفقرة اللي بعدها. يعني الفيديو خلاص نزل النهاردة، الحكايات قالت كذا حد قال الحكاية اتكتب اسمه، الفيديو اللي بعده بقى يتعمل السحب قدامكم ونشوف. خصوصا ان شاء الله بإذن الله بعد كده الحكايات بقى قيمتها هتبقى أكتر، مش هيبقى 2 وجنبها 0، اكيد هتبقى اكتر في الايام اللي جايه. ربنا ييسر ان شاء الله. قولوا لي رايكم ضروري في الموضوع ده. ونرجع بقى نكمل الفيديو. دلوقتي انا حطيت في الصينيه زيت سخن،
زيت وسخنته على البوتاجاز، وقمت حطيت فيه البصل وسبت البصل ما حركتوش. ايه الغرض من كده؟ ان انا عاوزه البصل اللي عندي ده يتكرمل ويبقى غامق، علشان يدي للشاورما كده لون حلو، عشان احنا ما عندناش الصاج اللي بيتحط قدامه الشاورما بيقعد يلف في المحلات، فاحنا عاوزينها نفس الدرجة ونفس اللون، وكمان الكرملة بتاعة البصل بتديله تسكرة رائعة وحلوة جدا. خلاص، فهجيب دلوقتي بقى فلفل اصفر وفلفل اخضر وفلفل احمر، وهقطعهم زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى انا ليه هعمل الحكايه دي. في ناس بمجرد ما بتلاقي خلاص ان الحكايه اتقالت بيبقوا ما لهمش مزاج يشوفوا بقيه الفيديو، لان هي طبعا حاجه احنا اتعودنا عليها يعني. وفي ناس كمان بيبقى نفسها تبقى معانا وما بتلحقش تشوفه، فانا برضو هاخد بالاراء يعني. انتوا لو قلتولي في التعليقات خلاص اوكي كده افضل، يبقى تمام. قلتوا لا نخلينا زي ما احنا، فانا معاكم برضو هنخلينا زي ما احنا، مفيش مشاكل خالص. هنا بقى كنت جايبة صدور البانيه وقطعتها شرايح زي الشاورما بالظبط، رفيعة كده وطويلة. ما تخنتش فيها. انا اوقات بعمل الاكله دي شاورما واوقات بعملها الشيش ابقى بعمله معاكم ان شاء الله، عشان تقطيعه بيبقى كبير شويه، فبيفرق عن تقطيع الشاورما. قطعتها كلها بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى الدراسة الأيام فيها مش قادرة أقول لكم الشغل جامد قد إيه. يعني الواحد من مجرد ما بيفتح عينيه لحد ما بينام بيبقى في دوامة، بس يعني ان شاء الله نفضل نذكر ربنا يا رب يرزقنا البركة في الوقت والجهد، ودايما اكثري من قول لا حول ولا قوة الا بالله، وقولي الاذكار قبل النوم، هتلاقي يومك بقى جميل وعدى ببركة ربنا، والله مش اكتر ولا اقل. يعني الاذكار فعلا بتعمل عمل السحر، يعني ربنا ييسر لنا امرنا يا رب. شايفين انا البصل حطيته في الصينيه وما حركتوش، لما لقيته اتحمر كويس من تحت قمت مدياله تقليبه. الكازارولا بقى اللي ورا دي حطيت فيها شويه زيت وحطيت فيها شويه دقيق، وهقلبهم زي هعمل بشاميل خفيف كده. شوفوا حاطين انا حطيت صدور الفراخ كلها تاخد صدمه، مش هقلبها ولا هحركها وقت طويل قوي لحد ما تبدا كلها تبيض اطرافها معايا، وعشان يبقى البصل من تحتها التحميرة بتاعته فكت، ونزل الصوص البني بتاعه ويغير لي بقى من لون البانيه، يبقى لون جميل كده ويفتح النفس. المهم بقى انا حطيت دقيق وحمرته كويس، وبعدين قمت حاطه لبن وقلبت. انا عايزه صوص البشاميل يبقى خفيف، هوريكم لما يتقل معايا المقدار اللي انا عايزاه. كل ده الفراخ على النار، انا ما جيتش جنبها. عاملين ايه في الامتحانات؟ قولولي. وولادكم عاملين ايه في المذاكرة وعاملين ايه في الدراسة؟ كل ما تزهقي وتتعبي زي حالاتي كده افتكري ان دي مرحلة مؤقتة. مرحلة التعليم دي حبايبي بتطول وبتاخد من عمرنا وقت وشباب بيروح، علشان كده دايما لازم تعملي شغل بيتك ومذاكرة اولادك بأجر، علشان تبقى كل وقت من عمرك انت خدتي عليه اجر. لما تقابلي ربنا سبحانه وتعالى ويقولك افنيتي شبابك في ايه، يبقى عندك اجابات واضحة وصريحة تردي بيها مع ربنا سبحانه وتعالى. شايفين صوص البشاميل خفيف جدا، وفي نفس الوقت هو هيتقل بعد شوية. حطيت عليه بقى رشة بيكنج باودر علشان يفضل كده يعني جوسي طري، ما يبقاش متماسك ويتكتل معايا. بصوا بقى الفراخ لما هبدأ اقلبها هتلاقوها بقى اخدت لون من البصل اللي تحتها، ولسه كمان هتاخد لون اكتر. يعني انا هسيب بقى الجزء اللي انا قلبته ده والجزء اللي تحت من غير تحريك خالص. دي اول مرة بحرك فيها الفراخ قدامكم اهو. بصوا بقى تاني مرة لما قلبتها، بصوا لونها بقى بني وبقى جميل. شايفين اللون وشايفين الشكل ده كله من البصل بقى لما الفراخ نزلت عليه لون جميل. عايزه اقول لكم الريحه تحفه. الشاورما انا بحط عليها ملح وفلفل وعصره 3 ليمونات وشويه خل. انا هنا علشان
لما بتعملي الشاورما لو عملتيها بالشيش بتطلع طرية وحلوة. البانيه انتوا عارفين اللحم بتاعه بيبقى غير الشيش، فانا علشان اللحم يبقى طري وجميل حطيت معلقتين قشطة، ودي حاجة اختياري، ممكن تحطيها وممكن ما تحطيهاش. عندك شوية لبن هتحطي شوية لبن، بس بعد ما ايه البانيه يوصل للون وللشكل ده. شايفين اللون جميل ازاي؟ هبدأ بقى ان انا اجيب معايا انا كده خلاص التقليبة التالتة دي بقى هي استوت. هجيب بقى معايا الخضار وهفرشه فوق البانيه وهقلبه بقى بالطريقة دي، اقلب كله على بعضه. احنا عاوزين الخضار ما يبقاش مهري، يعني يدوبك 3 دقايق بالظبط، وهقفل على الشاورما وهي كده تبقى خلاص. طبعا حابة تعمليها شاورما يبقى هتضيفي الليمون والخل، مش حابة وعايزة تعمليها عادي، انا كل اللي بحطه عليها ملح وفلفل ونص معلقة صغيرة بصل باودر ونص معلقة صغيرة توم باودر. وعايزة اقولكوا اوقات ما بيبقاش عندي الحاجات دي بحط ملح وفلفل فقط وبتطلع في منتهى الجمال. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. والسوري انا عايزه اقول لكم السوري ده من الاكلات الجميله جدا. يعني علشان هي اكله بتاعت بره بيبقى سهل نعملها في البيت، فالولاد بيبقوا فرحانين بيها وبياكلوها بنفس يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الدراسة والأيام المزنوقة دي اصحي بدري، ما تصحيش متأخر، حاولي تصلي الفروض كلها في مواعيدها عشان تلاقي حياتك أسهل وأحسن. لأن الصلاة في وقتها بتيسر لك أمرك بشكل كبير يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده عندنا الخضار يعتبر خلاص استوى. هنبدأ ننقل وهوريكم بقى ايه الحاجة اللي احنا محتاجينها في الحشو. انا مش عارفة بقى كده الاكلة دي بقت مكلفة ولا بقت عادية، يعني على حسب عدد افراد الاسرة. طبعا الكيلو بانيه اللي انا عملته ده بيعمل من لو انتوا هتحشوا حشو جامد قوي في السوري فبيعمل حوالي مثلا من 5 ل6 أرغفة. لو كده ممكن يوصل معاكي 7 أرغفة كيلو ده. انا جبت كاتشب على مايونيز وخلطتهم في بعض، وجبت شرايح مخلل جزر وخيار ولفت. اللي هعمله بقى ان انا هجيب العيش السوري، طبعا انا كنت شايلاه بجيبه واشيله في الفريزر بيخرج عادي جدا. بظبط بقى، ببقى حريصة ان مفيش حاجة في العيش السوري تبقى فيها المقطوع من مكان معين عشان ما ينزلش صوص. وحطيت بقى كاتشب على مايونيز ولفيت. بصوا سهل جدا، وبقفله من كل الجوانب علشان ما فيش حاجة تحصل فيه. وهكذا هعمل في كل الأرغفة نفس الكلام. هعمل جزء بطاطس. انت طبعا عندك تومية، مش عايزة تحطي كاتشب على مايونيز وعايزة تحطي تومية مفيش مشكلة، حسب ذوقك وحسب اختيارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا قلت طبعا ان انا قطعت انواع من اللفت المخلل. الحكاية بقى مش من اللفت المخلل ما تلخبطنيش، قطعت انواع من المخلل. يا ترى ايه هي الانواع دي؟ قولوا لي. انا مقطعه في الطبق، كنت مقطعه اللي انا قلته مش اللي انتوا شفتوه في الكاميرا، مقطعه ايه وايه في الطبق اللي فيه المخلل ده. وطبعا الحكايه بتساوي دي ايه 2 وجنبهم 0. مش هقول بقى الحكايه دي هتمشي ازاي غير لما انتوا تقولوا لي هنعمل ايه. انا عايزه الكل يقول لي، اللي بيشتركوا في الحكايات واللي مش بيشتركوا في الحكايات، كلكم ردوا عليا وقولوا لي ايه رايكم. انا بقول ده هيبقى فيه حماس، هيخلي الناس في اي وقت تبقى عندها حماس انها تتفرج على الفيديو. بس لو وصلتي معايا لحد دلوقتي ده في الفيديو، يلا انزلي دوسي لايك دلوقتي حالا اهو، حالا يلا لايك دلوقتي. وما تنسيش السبسكرايب للقناة، وفين الشير، شيري الفيديو لو الفيديو عجبك وحسيتي انك استفدتي منه. عايزة اقول لكم يا بنات ان حياتنا في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فانتي اعبدي ربنا مظبوط وأدي واجباتك كلها مظبوط، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك كل أبواب الخير وفتح لك كل أبواب الرزق ويسر لك الصعب وهدالك العاصي. ونفسيتك اتحسنت. أنا زيكم بمر بلحظات أب ولحظات داون، أوقات نفسيتي تبقى كويسة وأوقات نفسيتي تبقى متضايقة. لما نفسيتي بتبقى متضايقة بلجأ لربنا قوي، أنا طول الوقت ألجأ لربنا طبعا، بس بالذات بقى لما تلاقي صدرك ضيق كده
وانتي حاسه مش حاسه بانشراح في صدرك، يبقى تعرفي كده انك محتاجه تقعدي كده تذكري ربنا، محتاجه تصلي ركعتين بالليل، هتلاقي ربنا ييسر امرك ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى بالنسبه للشاورما، فاحنا حطينا طبقه من البشاميل. البشاميل الخفيف، هو طبعا لما برد ما بقاش خفيف ولا حاجه، وبقى ماسك نفسه وبيتفرد زي الجبنه الكريمي او زي القشطه كده بالظبط. تحطي طبعا الكميه المناسبه ليكي. وتاكلوا بقى بالهنا والشفا. عايزه اقول لكم السندوتشات خطيره، هنشوف هنكملها ازاي دلوقتي. مهما الفيديو، يعني بقول الفيديو ده بقى طويل، بصوا انا الفيديو ده مش مسرعه فيه حاجات كتير، لان هو الفيديو بسيط ما فيهوش شغل، وقلت اقعد معاكم اتكلم معاكم بما انكم وحشني. لكن برضو ببص بلاقي الفيديو خلص في لمح البصر. انا فيا عيب قوي لما ببقى منتج فيديو بسجله لكم، بلاقي نفسي ان انا بتكلم معاكم وبنسى الوصفة وبنسى الفيديو. لو اي حاجة انتوا مش فاهمينها في الوصفة او عاوزين تسألوني عليها، سألوني في التعليقات وهرد عليكم. المخلل الاختياري، ترانشات المخلل الاختياري، لو عاوزة تعمليها اعمليها، مش عاوزة تعمليها مفيش مشكلة. في الطاسة الجميلة دي بقى، اللي ما عندهوش جريل، انا دايما بختار الحاجة، يعني انا عندي جريل بس ما طلعتش واستخدمتها، كنت عملت معاكم عليها الشيش طاووق كذا مرة قبل كده، عشان قلت ممكن يكون في حد ما عندوش جريل. بالعادي اهو انا حطيت نقطة سمنة بلدي، ما عندكيش هتحطي نقطة زيت ذرة، ما عندكيش حطي بقى الزيت العادي او السمنة العادية اللي انتي بتبقي جايباها، ما فيش حاجة هتقول لا. نقطة صغيرة جدا، لازم الطاسة تبقى تيفال، ما فيش حاجة بتلزق فيها علشان العيش السوري ما يلزقش منك. هتحمري في جميع الجهات، بياخد بصوا جزء من الثانية، العيش السوري بيتحمر في جزء من الثانية عشان ما يتحرقش ولا يتلسع منك. هتشوفوا بقى دلوقتي القرمشة وهتسمعوا صوت القرمشة. انا خلاص خلصت يعتبر، فاضل معايا اخر 2. بصوا الصينية شكلها يفرح وجميل جدا. الناس اللي بيجي لها ناس وتطول عندها وما تبقاش عارفة تعشيهم ايه، وعايزة طريقة يعني تعشيهم بيها طريقة حلوة ويبقوا فاكرينها طول الوقت، شايفين الصوص وشايفين ازاي تحفة. يعني انا عايزة اقول لكم في منتهى الجمال. وبرضو البطاطس جميلة، اختاري بقى انتي الصوص اللي يعجبك، سواء كاتشب على مايونيز سواء صوص التومية. عايزة اقول لكم اكلة سريعة جدا جدا، بتخلص معايا بالظبط ما بين 30 ل 45 دقيقة، بكون مخلصاها يا دوبك على ما البانيه يستوي والبطاطس تتحمر، بكون مقطعة الخضار ارشه على البانيه على النار، وخلصت كده. اللف السوري بيتحمر في جزء من الثانية. شايفين الصينية وشايفين جمالها. الفيديو خلص بسرعة قوي، ان شاء الله بإذن الله هشوفكم قريب ان شاء الله بإذنك يا رب، وبتوحشوني. ربنا يا رب يحقق لكم كل ما بتتمنوا، ربنا يغني المسلمين يا رب وينصر المسلمين ويحفظ المسلمين. بحبكم، تدوموا في صحة وعافية وخير وهنا، وربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. ويلا دلوقتي حالا، فين اللايك وفين الشير وفين السبسكرايب؟ يا هنا يا غلبي، والسلام عليكم يا حبايبي.